السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقسماط الافران. هنعملها في البيت بمكونات بسيطة جدا واقتصادية وموجودة في اي بيت. بعد بقى ما تجربي تعمليه في البيت مش هتشتري البقسماط تاني من بره خالص. الكيلو بيعمل كمية بجد كبيرة. انا عايزاكي بقى تجربيه بس بنفس الخطوات. ويا ريت بقى لو اول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك. كل الكمية اللي احنا عاملينها النهاردة من كيلو دي، يعني الكيلو دي هيعمل لك كمية بجد تحفة. لو عندك بقى شوية زيت وشوية سكر تعالوا نشوف احنا هنعمل البقسماط ازاي. بس في الاول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة انا هنزل بالمية، والمية عادية خالص من الحنفية، يعني مش مية سخنة ولا حاجة. هنزل بقى ب 400 جرام في الاول، والعجينة احتاجت معايا مية هنزل بقى بالمية واحدة واحدة. وبعد كده هنزل بمعلقة خميرة كبيرة، يعني على الميزان 10 جرام. وبعد كده انا نزلت ب60 جرام سكر، يعني ما نزلتش في الاول الا بالخميرة والسكر. وهقلب علشان اتأكد ان الخميرة نشطة ولا لا. لو عملت فقاعات وانا بقلب وكمان ريحتها ظهرت يبقى كده الخميرة نشطة نقدر نشتغل بيها. بعد كده انا نزلت ب100 جرام زيت وقلبت شوية بالمضرب لحد ما الزيت اتخلط معايا. بعد كده على طول نزلت بقى بكيلو دقيق، والدقيق انا نخلاه في الاول. ومع الدقيق كده ما ننساش رشة الملح علشان الملح بيظبط معانا اي معجنات. في اول العجين بنعجن بمعلقة، ما ننزلش بايدينا علشان ما تغرقش معانا وتشيلي المكونات، يعني نقلب بالمعلقة. اول ما الدقيق بقى بيختفي بنشيل بقى المعلقة وبننزل نظبط العجينة بايدينا. بس يا ريت في اي معجنات نعجن العجينة يابسة وبعد كده نطري فيها واحدة واحدة. يعني انا في اول العجين ما نزلتش الا ب 400 جرام ميه، وجبت بقى 100 جرام جنبيه. كل بقى ما العجينه بتحتاج معايا ميه بنزل بالميه واحده واحده واظبط العجينه. وزي ما اتعودنا في اي معجنات ان احنا نعجن العجينه يابسه، ونحتاجت معانا ميه نقدر نطريها. اما العجينه الطريه هتغلبنا قوي في العجين، وكمان في التشكيل هتلاقيها بتتلزق. عجينه البقسماط كمان بتبقى عجينه كده مش طريه قوي ولا يابسه قوي، بتبقى عجينه كده في الوسط. وما تطريش العجينه في الصيف خالص، يعني اي معجنات هتعمليها اعملي حساب الحر وكمان حساب ان انت بتشغلي الفرن فالعجينه بتسيح معاكي من السخونه. يعني نخلي العجينه كده في الوسط، ويا ريت نخدم العجينه شويه، يعني كل ما قلت في العجينه اكتر كل ما العجينه بتبقى مظبوطه. اخدت معايا بالظبط 500 جرام ميه على حسب نوع الدقيق. في دقيق بقى بيشرب سوائل كتيره ودقيق لا، نخلي بالنا بقى واحنا بنعجن وننزل بالميه واحده واحده. بعد كده انا هشتغل في العجينه على طول، يعني مش هسيبها تخمر. عجينه البقسماط ما بنسيبهاش تريح خالص، على ما بنغطيها بنشتغل فيها على طول. جبت بقى معلقتين سمسم كبار ورشيت عليهم معلقتين ميه وقلبتهم وسبتهم في طبق جنبيه. وهاخد بقى اول قطعه كده من العجين وهفتلها. لو عامله كميه كبيره في وقت التشكيل هيقابلك مشاكل كتيره، هقولك تعملي ايه. بس في الاول خدنا قطعه العجين وبنفتلها. لو لقيت العجينه بتلزق معاكي على بسيط عادي خالص افتليها، ما تضيفيش زيت تحت العجينه او دقيق. افتلي كده شويه. لو لقيتيها بقى مشت معاكي يعني ما بتتلزقش يبقى كده العجينه مظبوطه. اما العجينه لو لقيتيها كل ما تفتليها بتلم يبقى الدقيق ليه عرق قوي. هتسيبيها بقى 5 دقايق، غطيها بالكيس وارجعي اشتغلي فيها. هتاخدي بقى قطعة العجين وتفتليها هتلاقيها بتفتل معاكي بكل سهولة. اهم حاجة وانت بتفتلي ما تخليش السمك تخين قوي او رفيع قوي، خليه كده في الوسط. وبعد كده هتقطعي على حسب ما انت عايزاه، يعني على حسب الطول اللي انت عايزاه هتقطعي. بتمسكيه من الطرفين وبتحطيه في السمسم. لو لقيتي البقسماط العجينة ما شالتش سمسم بتجيبي معلقة مية تاني وبتضيفيها على السمسم وتخبطي كمان البقسماط كده مرتين في السمسم. هتلاقي بقى عجينة البقسماط شايلة سمسم، بتشيليه بقى وتحطيه في الصاج. بس بتدي مسافات علشان لسه هيخمر، وكمان الصاج اللي بنسوي فيه ما يكونش ممسوحة اي مادة دهنية. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض اهم خطوة. لو عاملة كمية كبيرة في وقت التشكيل لقيت العجينة خمرت، انا عايزاكي تهبطي الخمر وترجعي تلميها وتغطيها بالكيس وتاخدي منها قطعة وترجعي تفتليها. يعني كل ما تلقى العجينة رفعت معاكي هبطي الخمر علشان البقسماط ما يكونش فيه فراغات كتيرة من جوه ومليان فقاعات. واحنا بنفتل كمان لو لقينا فقاعات تحت ايدينا بنضغط عليها بنهبطها ونرجع نفتل تاني. اهم حاجة في عجينة البقسماط ان هي ما تخمرش معاكي خالص قبل التشكيل، يعني كل ما ترفع معاكي هبطيها، وكل ما تلاقي فقاعات هبطيها وارجعي اشتغلي.
علشان وقت التشكيل هياخد معاكي وقت شوية، فهتلاقي العجينة خمرت. هي الخميرة مظبوطة وكل حاجة، بس لازم نهبط العجينة لو لقيناها رفعت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شايفين بقى الخطوة اللي انا عملتها كده؟ العجينة فيها فقاعات، فهبطت الفقاعة ورجعت فتلت البقسماط. اهم حاجة ما نخليش بقى جنب كده تخين وجنب رفيع، يعني نعمل السمك كل واحد ونحطه في السمسم، وبعد كده نرصه في الصاج. وزي ما وريتك كده ان انا بوسع وبدي مسافة علشان لسه يخمر وما يلزقش لبعضيه. بجد بقى طريقته سهلة ومفيش اسهل من كده بصراحة، ولازم بقى تجربيه بدل ما تشتريه من بره. يعني كيلو البقسماط كل ما بنروح نشتريه بنلاقيه رفع عن الاول، فانت هتعملي بقى جربيه حتى لو نص كيلو وانظبط معاكي، تقدري بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها. ومكوناته اقتصادية يعني بسيطة خالص، شوية زيت وشوية سكر، هنعمل البقسماط في البيت. اهم حاجة بس تتبعي الطريقة للاخر وتمشي على نفس خطوات العجين. لو الجو حر ولقيتي العجينة ساحت وبتتلزق، يعني مش زي الاول، يعني في وقت التشكيل كده سخنت وكمان يعني بتتلزق معاكي، يا ريت ما تضيفيش زيت وانت بتفتلي خالص، علشان الزيت مش هتعرفي تفتلي خالص العجينة، وهتلاقيها بتتزحلق معاكي ومش هتفتلي خالص. يا ريت بقى نلم العجينة بمعلقة دقيق ونرجع نشتغل تاني، ما نكترش دقيق علشان المكونات ما تبص. هي معلقة واحدة او اتنين هتظبط معاكي العجينة. بعد كده بعد ما خلصت خالص انا غطيتها وسبتها خمرت. يعني اهم حاجة وقت الخمر ما نستعجلش عليه ونقوم نسويه علشان ما يبقاش معضم، لازم يخمر وحجمه يزيد. اخد معايا بالظبط نص ساعة. قمت بقى شغلت الفرن سخن. اول ما سخن انا وطيت الجنوب خالص ووطيت البلاطة، ودخلت اول صاج انا كنت عاملاه في الاول علشان بيكون هو اللي اختمر في الاول. بعد كده بديره كل شوية. مش قادرة اوصفلك بقى ريحة البقسماط وهي بتستوي، بجد ريحتها تحفة. وكمان اللهم بارك، حاجة كده من الاخر، يعني احلى من اللي احنا بنشتريه من بره، ما يتقارنش خالص باللي احنا بنشتريه من بره. سويت بقى اول صاج، دخلت تاني صاج على نفس التسوية، وبدير بقى الصاج كل شوية لحد ما يدينا لون موحد وكمان يبقى مقرمش، ما نطلعوش كده ان هو يبقى طري. البقسماط بيستوي على نار هادية خالص علشان ما يبقاش معضم. وبندير بقى الصاج كل شوية ولحد ما يستوي مظبوط. ولو هتسويه في فرن البوتاجاز يا ريت تمشي على نفس الخطوات علشان يستوي معاكي مظبوط. بتدخليه على الرف اللي في النص وبتديريه بقى الصاج كل شوية لحد ما يستوي معاكي. ادي بقى التسوية المظبوطة يا جماعة، التسوية من فوق ومن تحت حاجة كده تحفة، والبقسماط كمان من جوه مفيهوش اي فراغات. الكيلو عمل بقى كمية تحفة بجد. وكمان شكل البقسماط يعني بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة ان انا اتكلم عنه خالص. وادي بقى شكل البقسماط، شايفين السمسم؟ يعني السمسم مش بيطلع من العجينة خالص علشان احنا حاطين مية على السمسم مظبوط. وشكل البقسماط تحفة ودايب ومش معضم، وكمان التسوية من فوق ومن تحت تحفة. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم.